اهلا بكم يا جماعه، انا ابراهيم توفيق وكاشة جاي النهارده اقدم معاكم حاجه بقى ايه لايت كده وخفيفه وايه. يلا بقى حاجه بقى ايه جديده كده، جاي اطبخ معاكم النهارده مكرونه بالتونه. ويا عم ابراهيم نشوف بقى انت بتعملها ازاي، ويلا بينا نشوف انا بعملها ازاي. ماشي، هذا الفيديو إهداء إلى خطيبتي العزيزة، لأنها بتحب المكرونة دي جدا. فطالما هي بتحبها فأنا قررت إن أنا إيه بقى أعمل فيديو وأنا بعملها. تمام، هي مكرونة بسيطة خالص بس أنا بحبها برضو عشان أنا عايش لوحدي لسه ما اتجوزتش وكده، فدي أسرع حاجة ممكن أعملها. فأنا يلا مع بعض نشوف هنعمل مكرونة إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول حاجة هنقوم مولعين الإيه، البوتاجاز. احنا ولعنا العين الغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كده، لا احنا نقفل العين دي، نفتح العين دي. ايوه، بسم الله. ولعنا النار طبعا عشان ننجز. انا بحب اسخن ميه في الكاتل، تمام، واحطها على طول. فانا اقوم حاطط الميه. المفروض ان احنا بنحط الميه تغلي، بس انا ايه الميه ايه يعني جاهزه. تمام، فاحنا النهارده هنعمل مكرونه. طبعا مش هناخد كيس المكرونه كله بغض النظر ايه المكرونه، بس انتوا طبعا عارفين ايه احلى المكرونات الموجوده في السوق. تمام. يا نهار اسود، ده انا هتبهدل النهارده. بسم الله. طبعا تحط المكرونه كلها، نسيب الشويه دول كفايه كده. تمام. طبعا المفروض ان احنا نحط زيت، عشان طبعا ده سكينه كنت هحطها في الحله كنت طبعا هيبهدلوني، فلا عشان الحله ما تتجرحش وما تبوظش. تمام. وطبعا الحله لما بتتجرح بتعمل اضرار للانسان في الاكل، فاحنا يستحسن ان احنا نستعمل الحاجه الخشب، معالق خشب. تمام. فايه بقى يا باشا يا عم ابراهيم هنعمل ايه؟ نبقى ننضف بعدين. طبعا الرجاله لما بيجوا يعملوا حاجه بيبهدلوا الدنيا، بعد كده في الاخر بينضفوا يعني. وفي ناس ما بتنضفش عادي. تمام. ده طبعا زبده، انا ما بعملش احطش زيت، ما بحطش، بستعمل طبعا عشان ما هي ما تلزقش في بعضها. فبنحط شويه زبده، ناخد مثلا قد كده مثلا. هو ده المفروض ان احنا نحط زيت يا جماعه، بس انا بقى ايه، عارفين بقى الايه، الدماغ الرايقه. نحط الزبده كده. تمام، ماشي. وبعد ما نحط الزبده والمكرونه بتغلي ممكن نحط شويه ملح. انا بستعملش ملح عادي، بستعمل ملح هيمالايا او هيمالايا، اي دونت نو يعني تمام. نحط شويه ملح. تمام، نحط شويه ملح تانيين. واحد هيقول لي انت بتحط ملح؟ بحط ملح وهي بتغلي، ما بحطش ملح بعد ما تتعمل اصلا. ملح الهيمالايا انا طبعا الناس كلها واخده بالي ان انا حطيت كتير، وهو ملح الهيمالايا ما بيملحش قوي، عشان كده بزود منه. ملح مفيد جدا. تمام. طبعا هنسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها شويه. نقلبها بس كده عشان الزبده مسحتش، احنا بنحاول نسيحها. تمام. وطبعا انا بقى بحب احط التاتش بتاعي الخفيف، بحب احط شويه فلفل. الفيديو ده هيطول يا جماعه مش زي فيديوهات، بس ده فلفل بس مش كتير برضه، فلفل اسود. تمام. واحد يقول لي ايه اللي انت بتعمله ده، اقول لك جرب، خد مني. تمام. اهم حاجه الايه، معلقه الخشب. احنا ايه، حطينا ميه مغليه من الكتل، حطينا المكرونه، حطينا ملح فلفل زبده. ما بحط السمنه، ما بحطش زيت، حطيت زبده. وهرجع تاني احط زبده تاني بعد ما اخلص، لان انا بحب هي المكرونه بالتونه والزبده على شويه مايونيز خفيف كده. تمام. فزبدتنا اهي، مكرونتنا خلاص، الملح والفلفل، وده المايونيز طبعا. معانا التونه. طيب التونه طبعا هنحط برضو عليها ملح وفلفل لوحدها، ممكن نتسلى نعمل التونه عقبال ما المكرونه تخلص. كمان طبعا احنا في الاخر هنجيب ده عشان نصفي فيه المكرونه. تمام، اللي هو هذا الشيء.
تمام. مش عارف بقى بتسموه ايه، دي الستات عارفه. تمام. احنا طبعا التونه انا بقى بصفيها، لازم اصفيها، ما بحبش الايه الكلام ده، فانا هصفيها في الحوض. تمام. نصفيها زي كده. اهم حاجه نصفيها كويس، لان الزيت اللي يبقى في التونه ده مش يعني بيبقى عليه مواد حافظه، مش زيت خام يعني. وطبعا لازم يتصفى كويس. يعني في ناس بتغسل التونه بس انا مش عارف كده. مش للدرجات دي يعني، مش مضره لهذه الدرجه. تمام. هنجيب بقى ايه، طبق عشان نفتت التونه. طبق عادي خالص. نفتت التونه بقى ايه، تفتيت بقى صغير خالص. الشوكه، نجيب الشوكه عشان نفتت التونه تفتيت جامد جدا. بعملها على الناشف لان هي لما بتبقى ناشفه بتتفتت اسرع واحسن. انا بس ايه هنفتتها الاول كده قوي 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 قوي. تمام. نفتت 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 نفتتها قوي كده بالشوكه لحد ما تبقى قطع صغيره خالص. على فكره المكرونه بتاعتنا برضو مكرونه صغيره خالص، اللي هي صغيره خالص دي اللي هي اللي بتبقى تمام. هنفتتها خالص خالص خالص. انا حطينا علبه واحده يعني، على حسب بقى كام فرد هياكل، بس هي خطيبتي بس اللي هتاكل. ف نعمل ايه، حطينا علبة واحدة على الله بس هي تكملها. تمام. بصوا بقى المنظر عامل ازاي. ليه بقى؟ عشان عملتها على الناشف، فلما بعملها على الناشف بتبقى ايه، بتبقى مفرولة كده حلوة. ايه ده، في ايه اللي حصل على البوتاجاز؟ عشان مغطي. طيب نفتح كده نعمل نص كده اهو عشان البخار يطلع ما تفورش. تمام. عملناها نص كده عشان ايه ما تفورش، طلع البخار بتاعها. كنت كابس عليها كانت هتفور مننا. طيب عملنا نيجي هنا نقرب منكم احسن، ممكن نشتغل هنا. اوكي. تمام. ده حلو قوي، حلو قوي. القوام بتاع التونه المتفتته دي حلوه قوي. تمام. خلاص كده تقريبا خلصنا. تمام. نعمل ايه بقى؟ نحط شويه الفلفل، شويه قصدي معلش شويه ملح هيمالايا برضو. واحد هيقول لي يا عم انت حطيت ملح على المكرونه وملح على التونه وملح على ما هو بقى كده بقى. هي بس ايه ما تكترش، لان هو كل حاجه هيبقى فيها ملح وفلفل، فلو كترنا هيبقى الموضوع طبعا غريب غلط. بص اقول لك حاجه، احنا ممكن نشيل الغطا خالص نريح نفسنا عشان ما تقعدش تفور. تمام. حطينا ملح هيمالايا على التونه. نحط شويه فلفل برضه، انا بحب الفلفل الاسود قوي، بيدي كده لسعه كده في الاكل، بس مش كتير برضه. تمام. ممكن نيجي كده، لا احنا نيجي كده، احنا نقرب كده. اوكي. نعمل ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم شويه ليمون، فاحنا هنضطر ان احنا نجيب ليمون. نجيب ليمون من التلاجة. دقيقة واحدة يا جماعة وارجع لكم. بسم الله. احنا جبنا ليمون من التلاجة، وانا في التلاجة لقيت فيه زيتون اخضر، فقلت بقى ايه نجيب شويه زيتون اخضر نقطعه كده برضو على الايه، على التونه عقبال ما فاحنا نعمل بقى الليمونه زي كده اهو. انا بقى ايه يا جماعه، انا عملت زي مين؟ عارفين الفيلم بتاع احمد مكي لما كان عامل فيلم اللي هو عنده قناه وبتاع، مش عارف اسمه طير انت لا مش طير انت، مش فاكر والله اسمه ايه. الفيلم ده كان جميل قوي. هو المفروض ان هو قريبه انه اداله فلوس، فهو راح عمل قناه وقدم، هو اللي قدم البرامج كلها. فانا حاليا عندي صفحه بقدم برضو البرامج كلها، انتاج حيواني، زراعي، اكل، شرب، نصائح اجتماعيه، قواضي اجتماعيه، احداث، اخبار، اي حاجه. شويه ان شاء الله كده يعني في رمضان هنبقى نتكلم في الدين ان شاء الله. يبقى كده عملنا جميع انواع البرامج.
تمام، عشان نبقى عاملين زي ايه، عندنا فضائية، عندنا فضائية، يعني كان عندنا فضائية فعلا يعني. كنت انا بقعد كده اقعد لهم في نص القناة اقول لهم عندي فضائية، عندي فضائية. فايه بقى يا جماعة، احنا ايه عملنا التونة، حطينا عليها الليمون، حطينا عليها الحاجة. طبعا الواحد يقول لي طب ده انا بقت ناشفة قوي، محتاجة شوية زيت، او لا انا ما بحبش احط زيت، ممكن احط شوية زبدة، بس مش هحط زبدة برضو، انا هحط عليها شوية مايونيز. تمام. عشان نجيب معلقة تانية نضيفة عشان ما نبوظش المايونيز. ناخد مثلا، ممكن ناخد معلقتين صغيرين، معلقة كده، معلقة كده. انا ساعات بعملها بالزبادي وملح وفلفل وزيت وكده يعني، بس ما نكترش برضه. اوبا، المعلقة اتوسخت فمش هنعرف نرجعها تاني الصراحة في قلب العلبة، فهنقفل العلبة وخلاص كده. دي رسالة ان احنا منحطش ازيد من كده، ونقلب نقلب نقلب نقلب. يبقى كده ايه، احنا حطينا على التونة فلفل، ملح، ليمون، وشوية مايونيز. تمام. ممكن نفتح النور شوية، اوكي، برضه يبقى جميل اوي. التونة بتحط عليها فلفل، ملح، وليمون، وشوية مايونيز خفاف، بتبقى تحفة. هي طبعا عجنت في بعض لان مش عليها زيت، والقوام بتاع المايونيز خلاها تلزق في بعض، فاحنا بنقعد بس ايه، نقعد نعمل كده لحد ما ترجع تفرول تاني. بس عشان لما نيجي نحطها في المكرونه متبقاش كتل 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 كتل. تمام. فاحنا ايه، فرولناها كده، بنفرولها تاني عشان تبقى كتل. احنا بقى ممكن ايه ندي التاتش. المفروض ان احنا نحط ذره، نجيب سويت كورن، نصفيه برده من الميه بتاعته، ونحط شويه سويت كورن على التونه، بس مفيش سويت كورن. فهنخترع اختراع دلوقتي برده، لازم نجيب معلقه نظيفه، عشان ما ينفعش نحط معلقه وسخه في برطمان الزيتون. فاحنا جبنا الزيتونه اهي، ناخد مثلا، على فكره ميه الزيتون فيها شويه خل، برضه ممكن نحط شويه ميه زيتون برضه هنا كده على البتاع. ده اسمه ايه بقى، ده اسمه بقى ايه، اديني اي حاجه في النص كده. تمام. طبعا الواحد هيقول لي انا عاوزين بقى نشوف انت هتخلي الزيتونه ازاي. طيب بص، انا هخلي الزيتونه، انا نفسي ما اعرفش انا هخلي الزيتونه ازاي، بس انا همسكها. ممكن اجيب البتاع اللي احنا بنقطع عليه الطماطم ده، اسمه ايه، حلقه طويله قوي، بس انا هنزل الحلقه زي ما هي، مش هقطع منها اي حاجه. اللي عنده بقى خلق يقعد يتفرج عليا وانا بعمل ايه المكرونه. طبعا انا مش لاقي البتاع اللي احنا بنقطع عليها، انا هجيب اي طبق. لا اهي، اهي اهي اهي، بسم الله. اهي البتاع اللي احنا بنقطع عليها، طبعا كلكم عارفينها طبعا. نجيب الطبق بتاع كده، نجيب الايه، الزيتونه بنقوم عاملينها من النص كده اهو. تمام. تمام. ايه، نلفها على قلب السكين، نلفها كده اهو. تمام. بعد ما نلفها كده اهو، بنبدا ان هي تبقى خلاص، يعني خلاص تعتبر كده خلاص اتخلت اهي. تمام. نطلع البذره برضو، نغرز السكينه كده اهو عشان نطلع احنا كده كده هنقطع الزيتونه برضو صغير، فعادي يعني ممكن تقطع برضو ايه، لو البذره لازقه في الزيتونه، ان ايه، ممكن نقعد نلعب كده لحد ما ايه، ما المكرونه تخلص. والله المهم ان احنا نقطع الايه، الزيتون صغير صغير خالص. تمام. طبعا كله هيقعد يقول لك واحنا نقعد نتفرج عليكم بتقطع الزيتون. يا اخويا اقعد يا ولا، وراك ايه يا ولا، ما كله بيقدم
الولاد بتطلع من الماء، انا ما اطلعش ليه يعني؟ كلهم طلعوا من المطبخ، اشمعنى انا يا عم؟ فاحنا ايه بقى، نكمل خلي الزيتون عقبال ما المكرونه تخلص. هو عامه يعني المكرونه تقريبا شبه خلصت خلاص. نخلص احنا بس الزيتونه دي، تمام. و ايه، تمام. نبقى ايه، ان شاء الله نبقى نتعلم برضو تقطيع الزيتون او خلي الزيتون ازاي، عشان الموضوع صعب اوي. انا اول مره اخلي زيتون، بس عامه انا عملتها حلو يعني. تمام. شويه طبعا الزيتون المخلل ده طبعا ايه، مع في نص الاكل كده هيدي طعم حلو. تمام. والله العظيم انا عملت زي ايه احمد مكي في الفيلم بتاعه، بعمل كل انواع البرامج. اوعى يا ابني حاسب، انا واحد بس، واحد بس يعني. حد يعرف يعمل زيي يقلدني. تمام. اطبخ، اركب خيل، اتكلم في سياسه. هو الحاجه الوحيده اللي انا يعني مش عارف ازاي ما بفهمش فيها هي كره القدم، مش عارف ازاي يعني. بس مش عارف يعني، ما بقتنعش يعني. انا كنت بحب كره، كنت زملكاوي وانا صغير، بس مش عارف. المهم، خلصنا تقطيع الزيتون صغنطوط 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 طبعا. اللي حابب يكتر يكتر، بس احنا ايه مش هنكتر. تمام. نديها تقليبه كده سريعه كده اهو. تمام. بعد ما اديناها تقليبه سريعه كده اهو، هي برضو ايه عامه يعني. حلو، 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 جميل، جميله مش وحشه. تمام. ندوق كده حته من التونه. لا جامده، ليمون مع التونه مع جامده قوي. طبعا احنا عاملين هنا المكرونه بتاعتنا بالزبده، فانت ما ادراك ما يعني مكرونه بالزبده. احنا لسه هنحط عليها زبده كمان، بس هنصفيها الاول من الميه. طيب نودي ده هناك. اهم حاجه المعلقه الخشب عشان الحله ما تتجرحش، ها واخد بالك انت. فايه نسيب دي هنا كده، ونبدا نصفي المكرونه وربنا يستر. احنا المفروض نروح نصفي في الحوض اضمن يعني، مش مشكله بقى انتوا تتفرجوا على المنظر ده، بس انتوا ما هتاخدوا بالكم برضه، لا تصدق والله هتاخدوا بالكم برضه يعني، هتبقوا واخدين بالكم من اللي هيحصل دلوقتي. طيب نقفل بقى النار بتاعتنا خلاص كده، مش محتاجين، لا محتاجين النار تاني، نسيبها والعه. تمام. عشان ايه، اخر تاتش بقى اللي انا بعمله. تمام. فاحنا نروح ايه نعمل في الايه، في البتاع. بسم الله. تمام. ف بسم الله، بسم الله. ايه الموضوع كان بسلام. تمام. انت بعد ما تغسل المكرونه طبعا صفيناها من الميه بتاعتها، بنغسلها. واحد هيقول لي بنغسلها ليه؟ بنغسلها بميه ساقعه عشان ما تعجنش. ليه دي اللي هتتكسر وتبوظ؟ ليه ما نحط عليها ميه؟ لا يا فندم، هي بنحط عليها ميه وهي سخنه كده تتكسر وتبوظ. يعني لما نحط عليها ميه ساقعه وهي سخنه كده تتكسر وتبوظ؟ طب انا بنحط عليها ميه امتى؟ ما تحطش عليها ميه. انا بحط عليها ميه مش دلوقتي. ليه بقى؟ وبعدين ميه دافيه بقى بعد كده، بعد شويه لما تبرد شويه. ما احنا عاوزين نغسلها من النشا بتاعتها دي اللي فيها. لا ازاي؟ لا بصوا يا جماعه، انا بعمل اللي انا بعمله يعني. انا مش عارف، انا بقتنع بكده. المكرونه ما بتتكسرش ولا حاجه، انا مجرب كذا مره يعني. هي اصلا لازم نغسلها. بص بعد ما تخلص الوصفه بقى وكده ارمي ايه الوصفه بعد ما تخلص. انت بقول لك بتعشق تاكل مكرونه من دي، تقولي لي ارمي ارمي ايه؟ طب بدوقيها انت بس. هي المكرونه دي بالظبط زي شوربه العكش. فاكر شوربه العكش؟ شوربه العكش، هو في حد ما يعرفش شوربه العكش؟ دي بقى مكرونه ابن العكش. مكرونه ابن العكش، مكرونه الواد ابراهيم ابني. احنا طبعا بنغسل المكرونه زي كده اهو، الميه
هي دي ميه ايه؟ دي ميه دافيه عامه. سبحان الله، هي ميه دافيه مش ميه ساقعه. نغسلها طبعا من النشا ومن الحاجات دي. لان هي المكرونه بتطلع ميه كده، ده بيبقى النشا بتاعتها والحاجه بتاعتها. تمام. نفضي الميه اللي هي ضفناها دي، ممكن نزود ميه تاني. تمام. وبعد ما نزود ميه نحطها في الميه شويه. انا بحب اسيبها منقوعه في الميه شويه عشان تطلع الايه، النشا بتاعتها. تمام. فاحنا عقبال ما نعمل كده، احنا طبعا الطاسه سخنه. فاحنا بنعمل ايه بقى والطاسه سخنه؟ انا بعمل ايه بقى؟ بجيب حته زبده. تمام. واقوم قاطع كده، هي زبده كتيره شويه طبعا. اللي بيلعب كارديو ما يخافش من ايه، من الزبده. هي نص ساعه على التريد ميل الموضوع خلص. تمام. ده الفيديو داخل في نص ساعه، ده حاجه طبعا جميله خالص. لا، ده احنا محتاجين نسيح الزبده. نسيح الزبده. بعدين تسيح الزبده عشان نحطها على المكرونه. ايوه، تبقى زبده بالمكرونه والفلفل، ملح وفلفل طبعا، مش فلفل بس يعني. ممكن نولع النار بسيطة، بس أنا طفيت النار على أساس إن هي ما تتحرقش يعني، لأن الزبدة بتتحرق بسرعة. أنا بس بقلبها عشان ما إيه. بس يا جماعة، سامعين صوت البتاع ده بقى؟ لو مش معلقة خشب، الرحمن الرحيم على الإيه، على البتاع. أنا حاسس إن الزبدة كده مش كتير، لا هي حلوة كده. نقفل بقى عشان ما الزبدة ما تتحرقش. تمام. نعمل إيه بقى؟ نصفي المكرونة خالص من المية أهي. تمام. نقوم هربة منزلين الايه، المكرونه. طبعا انا طفيت النار، خلي بالكم النار مقفوله. نقلب المكرونه في الزبده زي كده اهو. المفروض ان انا اجيب طبق تاني. نحط بقى الايه، التونه. لا استنى، قبل ما نحط التونه، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط شويه فلفل، صحيح نسينا نحط الفلفل. رشه فلفل اسود، لا اسود مش هنرش بقى، ملح تاني خلاص كده. تمام. ممكن نقوم ايه، واخدين زبدية صغنطوطة كده عشان برضو الفلفل ما يبقاش جامد قوي على ماشي. هي هتسيح دلوقتي، هي المكرونه سخنه فهي هتسيح وتدوب في الايه، في المكرونه. كده احنا عملنا المكرونه بالزبده بتاعتنا. تمام. مكرونه بالزبده بقى، ندلق بقى الايه، لو في بقى شويه فرن معاها تبقى تحفه تحفه تحفه. والله عشان ما نطولش معاكم، الفيديو داخل في 20 دقيقه. تمام. احنا ايه، نزلنا التونه. بس للاسف اللي انا كنت خايف منه حصل. لا بس هي بدأت تفك اهي. كنت فاكر ان التونة هتتكتل، بس ما اتكتلتش، فكت عشان في نسبة مية في المكرونة.
نقعد ايه نقلب كده، بس يعني تقلب بلاش تعجن، فاهم؟ قلب كده بايه خلي ايدك خفيفه. تمام. ممكن بقى نزود شويه مايونيز. تمام. نديله بقى ايه، احنا دي المعلقه بتاعت المايونيز. كل حاجه وليها معلقتها عشان الحاجه ما تكرفش وما تبصش. احنا كده يا جماعه خلصنا الحلقه بتاعتنا، داخله في 25 دقيقه، بسم الله ما شاء الله. احنا قلبنا كده وخلصنا يا جماعه، ونقلب بقى الايه، نقلب المكرونه بتاعتنا، نجيبها هنا كده، نشيل دول نحطهم هنا. الطبق ده صغير، احنا مش هنحطها كلها بقى. احنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب زي كده. حلو قوي كده يا جماعه، بسم الله. ايه، ننزل شويه التونه دول. تمام. واحنا كده المكرونه بتاعتنا الجميله، تحس ان هي فيها تشيدر كده وملزقه، بس هي ما فيهاش حاجه. ممكن نزين الطبق، نحط لنا ايه بقى، نحط لنا زيتونتين كده برضو مخللتين فوق، واحده كده اهو، واحده كده اهو، والتالتة كده اهو، عشان يبقوا ايه، تلاتة هما، شكل جمالي برضو. يلا يا جماعه، واحنا الطبق بتاعنا اهو، ده تونه بالمكرونه. ندوق كده قبل ما نديها اللي هياكل. يا لهوي. مم. لا 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 لا، مميتة. أراكم في حلقة أخرى وأكلة جديدة. دي أكلة الناس الإيه، العزاب اللي زي حياتي، بروتين كارب مزاج عالي. بس كده. السلام عليكم وأراكم في حلقة أخرى.